تعرفوا في بوبو جاي الطريق هلا. هاي بلشت اغراضها طبعا ما شاء الله، حتى هدول اغراضها بلشت اغراضها تحتل المكان. الاستعدادات النهائية للوليد ونور لاستقبال ابنتهما الأولى. السلام عليكم ورحمة الله. نشر الوليد ونور على حساباتهم الرسمية هذه التفاصيل عن الاستعدادات النهائية لاستقبال مولودتهما الأولى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وظهر الوليد مقدار هو ونور وهم يقوموا باستقبال بعض العمال في بيتهم لتحويل غرفة وليد التي بها كل أغراض المونتاج الخاصة به إلى غرفة للبيبي. كما انتهت نور من شراء كافة الأغراض المتعلقة باستقبال البيبي الجديد خلال الأيام القادمة. وجدير بالذكر بأن نور مقداد خرجت على حسابها الرسمي منذ أكثر من شهرين تقريبا، وأعلنت أنها حامل في الشهر السادس. بالتالي وبناء على هذا الكلام فمن المفترض أن يكون شهر ولادة نور مقداد إن شاء الله هو شهر ديسمبر القادم أو أوائل شهر يناير. انتوا خلاص ترى شهرين يا حتصير جدتها ان شاء الله يعني. فاجأ نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد في أحدث ظهور له بالأمس، وعلى حسابه الرسمي أعلن المعتصم بالله مقداد مع أمي وأبي أنهم سوف يصبحوا جدو وتيتا خلال شهرين تقريبا إن شاء الله، وهو الموعد المقرر لولادة نور مقداد والذي سوف يكون بمشيئة الله تعالى وعلى حسابات عصومي في آخر شهر ديسمبر وأول شهر يناير من العام الجديد إن شاء الله. في زيارة للوليد ونور إلى المستشفى لرؤية ابنتهم كما قالوا، ولأول مرة الوليد ونور يشاركوا الجمهور هذه اللحظات، وذلك عندما قاموا بزيارة الطبيبة الزيارة الشهرية المعتادة للإطمئنان على صحة البنوتة. فقد ذكر الوليد مقداد أثناء هذا الستوري بأن نور قررت الذهاب إلى الطبيبة الزيارة الشهرية المعتادة لها، فقد اعتادت على زيارة الطبيبة مرة كل شهر تقريبا للإطمئنان على البنوتة، وذلك أثناء سفره هو وأبيه خالد مقداد وأخيه عصومي إلى قطر لحضور حفل زفاف أحد المشهورين هناك. ولكن نور سرعان ما قالت للوليد أنها سوف تذهب إلى الطبيبة، أخبرها وليد بأن تنتظر إلى أن يأتي إلى الكويت ليذهبوا سويا إلى المستشفى لرؤية البنوتة معا، وذلك على جهاز السونار الموجود عند الطبيبة. وسرعان ما أرسل الجمهور إلى نور على حسابها الرسمي بأن تقوم فور خروجها من عند الطبيبة بطمأنة الجمهور على البنوتة، وبالفعل طمأنت نور الجمهور وقالت بأن الأمور بخير، هي والبنوتة بخير وبصحة جيدة. متابعينا خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، ودمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.